محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية، وقصة ال3 عرافين في حياته وكل اللي قالوه حصل بالظبط في نهاية الخمسينيات. وفي فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر، مبارك كان في بعثة عسكرية للسودان، وكان قاعد مع مجموعة من الضباط. فكان في صديق ليهم من السودان قال لهم انه عايز يجيب عراف ليهم مشهور جدا، وناس كتير من المشاهير والسياسيين بيجوا للعراف ده علشان يقول لهم المستقبل او الطالع، او يقول لهم سر عن حياتهم من خلال قراية الكف. العراف السوداني في الجلسة اتكلم مع كل الضباط الموجودين لحد ما وصل لمبارك، وطلب منه انه يمد ايده علشان يقرا ليه الكف. واول ما العراف شاف كف مبارك قال له انه هيكون رئيس مصر. وفي الفترة دي كان شيء مستبعد جدا ان الضابط محمد حسني مبارك ممكن يبقى الرئيس. بعد كده مبارك طلب من كل الحاضرين ان محدش يجيب خالص سيرة القعدة دي او اللي حصل فيها، ومحدش يتكلم خالص عن نبوءة العراف، على اعتبارها انها مجرد جلسة وراحت لحالها. وبعد فترة كبيرة وبعد وفاة الرئيس عبد الناصر، تولى الحكم الرئيس محمد أنور السادات، وعين محمد حسني مبارك نائب. وكانت دي بداية الخطوات لتولي مبارك منصب الرئيس. مبارك افتكر كلام العراف السوداني اللي قال له بعد الجلسة ان هو هيكون رئيس مصر، ولان مبارك كان نائب للرئيس فكان من الطبيعي ان كل خطواته يتم مراقبتها، وده طبعا بهدف الحفاظ عليه وعلى امنه وعلى حياته. لاحظوا ان مبارك دائم التردد على بيت غريب موجود في مصر الجديدة، ولما سألوا الرئيس مبارك ايه اللي بيوديك البيت ده، قال لهم ان في هناك عرافة اسمها ام ماجد. العرافة دي ساكنة في البيت ده وهي مشهورة جدا، وبيجي لها مجموعة كبيرة من المشاهير سواء في مصر او في العالم العربي. والعرافة عموما كان معروف عنها انها بتقدر تقرا المستقبل الخاص بالشخصيات من خلال قراية الكف. وتعرف ساعتها عن مبارك انه بيحب يطمن على مستقبله السياسي من خلال تردده على شخصية زي ام ماجد، في انها تقرا ليه الكف كل شوية او تقرا له الطالع والمستقبل. وام ماجد لما قرت الكف للرئيس مبارك قالت له هيمسك منصب الرئيس، ولكن هيمسكه بالدم، وهيسيب منصب الرئيس برضه بالدم. مبارك ساعتها ما كانش فاهم النبوءة الغريبة اللي بتقولها له ام ماجد لحد ما جت سنة 1981 وحصلت حادثة الاغتيال الخاصة بالرئيس محمد أنور السادات في المنصة. كان الرئيس مبارك قاعد جنبه بالظبط، وبعدها على طول تولى الرئيس مبارك منصب رئيس الجمهورية. وفعلا تولى منصب الرئيس بالدم، لأن المنصب ده جه بعد عملية الاغتيال. الفكرة هنا إن الرئيس الأسبق مبارك سمع الكلام من 2 عرافين مختلفين، واحد من السودان وواحدة من مصر. بعد ما تولى مبارك رئاسة الجمهورية كان في رحلة عمل لفرنسا، وهناك وفي زيارة رسمية جاله الدكتور بطرس غالي وقال له ان في عرافة فرنسية مشهورة جدا بيجي لها مجموعة كبيرة من الدبلوماسيين والمشاهير في فرنسا، علشان هي ست متخصصة سواء من خلال انها بتقرا الكف او ليها طرق تانية خاصة. مبارك وافق على طول وطلب انه يشوفها. قعدت معاه فترة طويلة تتكلم معاه، وبعدها سألته شوية أسئلة لحد ما قالت له النبوءة بتاعتها إن الرئيس مبارك هيسيب منصب الرئاسة أول ما يعين نائب ليه، وإنه كمان بعد تعيين النائب الرئيس مبارك هيموت. والرئيس مبارك اتضايق منها جدا في القعدة دي وعملها بطريقة مش كويسة بعد ما قالت النبوءة بتاعتها. وتعدي السنين لحد ما نوصل لسنة 2011 وتحصل ثورة يناير، والأول مرة الرئيس مبارك يعين نائب ليه وهو السيد اللواء عمر سليمان. وزي ما انتم عارفين ان مجرد ما الرئيس مبارك عين النائب ليه ترك منصب رئاسة الجمهورية وفوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. ويقال ان مبارك مجرد ما ترك منصب الرئاسة سافر لشرم الشيخ وطلب من المحيطين حوله انهم يشوفوا ليه عرافة مشهورة جدا بدوية اسمها برضو ام ماجد، وطلبها لانه كان محتاج يسمع منها شوية كلام يطمن فيه على مستقبله. وطبعا بعيدا عن تحقيق النبوءات ال3 للرئيس مبارك، الا اننا كلنا عارفين انه كذب المنجمون ولو صدقوا. ما تنساش تكتب رايك في الكومنتات واعمل لايك وشير لو الفيديو عجبك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل جديد يوصلك. ودي كانت حكاية من حكاوي توني، احنا دايما بنكبر بيكم. بس كده، سلام.